السلام عليكم صديقي العزيز. في الفيديو الثالث من سلسله شرح خمسات، ودي النسخه الاحدث والعمليه والاقوى بعد ما الحمد لله النسخه الاولى كسرت المليون مشاهده للسلسله كامله بالاف الاصدقاء اللي بفضل من الله وحده كانت السلسله واحده من اسباب شغلهم على الموقع. فحاليا انت معاك النسخه الاقوى الحمد لله. طيب الفيديوهين اللي فاتوا معلش اجباري تشوفهم، فلو كنت دخلت على الفيديو دوت على طول فارجع شوفهم عشان فيهم ماتيريال نزلت وحاجات اتقالت بيتبني عليها السلسله دي، عشان نبقى اخدنا بالاسباب في رحله سعينا سوا. فبالفيديوهين اللي فاتوا انت معاك اكونت على خمسات، ومعاك خدمه على الاقل معموله عليه، ومعاك بحث كامل على منافسينك واقوى الناس بيعملوا ايه، وبحث تاني تفصيلي على اقوى الخدمات في مجالك بيعملوا ايه، وعامل ليك خدمه مفترض من اقوى ما يكون باذن الله، ومفترض ان كمان اتوافق عليها خلاص، ومعاك فايل نوشن، ومعاك ماتيريال المساعده بتاعتك تبع كانفا، وكل حاجه اتكلمنا عنها في الفيديوهين اللي فاتوا هم معاك وانت مشيت على التاسكات الموجوده. دلوقتي بقى احنا مش هنقعد نستنى لحد ما العميل يشوف خدمتنا على خمسات ويروح يكلمنا هو، لا احنا هنروح نكلم العميل بنفسنا. وهنا بقى دور السحر، الحاجات اللي هسيبها لك باذن الله ان شاء الله تفرق معاك. فتعال اقول لك ازاي نروح نكلم العميل احنا دايركت على خمسات. الاول صديقي، اول ما تدخل على خمسات بتلاقي عندك الثلاث شروط من هنا، بتدوس عليها وبعد كده بتلاقي في حاجه اسمها مجتمع خمسات، لان هي اتشالت، كانت موجوده على طول في مكان اللي هو اتفرجت على النسخه القديمه، فكان في حاجه اسمها طلبات الخدمات الغير موجوده كانت موجوده هنا. حاليا بقى كله في مجتمع خمسات. تعال اوريك ازاي تستفيد من مجتمع خمسات دوت. اول ما تدوس عليه خمسات جمعت الحاجات تبع المجتمع بتاعها، بتقول لك والله الفريلانسرز زيي وزيك اللي بيدخلوا بيشاركوا نماذج اعمال قمت بتنفيذها، فبينزلوا حاجات للنماذج. طبعا يعني هنا في ناس بتسيء استخدام المكان، يعني هو دوت نماذج اعمال قمت بتنفيذها، وهنا واحد بيقول لك محتاج مصمم فاهم تصميمات كذا. يعني اللي بيقول لك محتاج او احتاج ده مش مكانه، ده هو بيسيء استخدام المكان. انما المكان اساسه تصميمات سوشيال ميديا، لزوم العقاريه، تحليل مبيعات على تقريبا اعتقد تابليو مش عارف اسمه ايه. فده حد بيعرض شغله، فتيجي ناس تانية تقول له والله شغلك كويس جدا بس ممكن تحسنه كذا وكذا، فاستكشفه وشوف الناس اللي في مجالك بتشتغل ازاي. طيب في طلبات الخدمات الغير موجوده، اهم مكان ده اللي نتكلم عنه واللي العملاء بتطلب في شغل، هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي عامل ازاي. في تحت تجارب وقصه المستخدمين، الناس بتشارك حاجات حلوه جدا فيها. ميزه خمسات الجديده بيبقى في حاجات تابع الناس، شوف اصدقائك، حاول تتعرف على الناس اللي موجوده كفريلانسرز زيك وتشاركوا بعض، مكان كويس جدا. ثم امور عامه حول خمسات، الناس بتسال حاجات، بتستفسر وهكذا. فرق معاك ايه يا سباعي؟ طلبات الخدمات الغير موجوده. المكان دوت مفترض من اسمه خدمات غير موجوده، فالعميل بحث الاول على خدمات، ما لقاش حد بيعمل الخدمه اللي هو عاوزها، فراح بينزل يحط التاسك بتاعه. صدق او لا تصدق العملاء اصلا بتستسهل وتقول لك انا مش هدخل ابص على الناس، انا عايز الناس هي اللي تجيلي، فبيروح داخلين هنا على طول وبيحطوا الخدمه بتاعتهم هم عاوزين ايه. مثلا دلوقتي حد عايز مطلوب مطور دوت نت متفرغ، تطوير نظام ساس، مبرمج فول ستاك، معلمه، تصميم لوجو، ده كله الناس بتنزل خدماتها. وبيجي بقى عشرات الفريلانسرز التانيين اللي بيقدموا خدمتهم وبيكتبوا العرض بتاعهم هنا للعميل. فتعال نشوف خدمه انا كنت واخدها عشان اشرح لك عليها بعض الحاجات، وهشرح لك ازاي تستخدم فايل نوشن اللي احنا ضايفينه جديد معاك لاحسن طريقه ممكنه عشان تعمل البحث بتاعك، وازاي ماتيريال تانية هتبقى قويه جدا في الحكايه ديت. الاول عندنا ده مثلا حد طالب خدمه في طلبات الخدمات الغير موجوده، دوت حد اسمه حيدر مشتري في اي بي. عندنا مثلا دوت ناشر موضوع اسمه اهو، ودوت مشتري في اي بي، يعني حد مش بيهزر، حد بالفعل طلب كذا خدمه واشتغل مع كذا حد قبل كده. فهو عايز انشاء نظام بسيط لاداره روضه مع اشعارات واتساب. هو عايز نظام بسيط بيدير حضانه، اشعارات واتساب، السلام عليكم، ابحث عن مستقل هيعمل كذا، مطلوب حاجات بيستخدم جوجل شيت او اي اداه مشابهه، تسجيل بيانات الاطفال، اسمه. فهو كاتب التفاصيل. واول قاعده معاك هنحطها مع بعضنا سوا، ما تقدمش على وظيفه العميل مش كاتب فيها تفاصيل. يعني لو دخلت مثلا مجتمع خمسات، تعال نشوف مثلا هنا، لا ده كاتب تفاصيل. تعال نشوف مطلوب باحث كاتب تفاصيل، ماشي. مثلا وظيفه زي ديت، مطلوب مدخل بيانات، السلام عليكم نحتاج حد بيدخل بيانات صفه مستمره 500 نسخ ولصق، شروط التفرغ والجديه، روح المبادره. فقط مفيش تفاصيل. هو الوظيفه اللي حد بيدخل بيانات مش محتاج تفاصيل قوي، بس مفيش حاجه تلعب عليها تختلف عن الباقي، وده هنشوفه من اهم الحاجات. فهتلاقي مثلا الناس تقول تواصل معي، جاهز تواصل معي، تواصل معي، تواصل معي، تواصل معي. طبعا يعني دوت واضح ان قرات عرضك جيدا وتركيزك على الاستمرار، روح المبادره، واضح ان هي هنتكلم الحكايه ديت، فمفيش تفاصيل. انما دي وظيفه فيها تفاصيل، فتقدر تلعب عليها وتقدر تدخل تكلم العميل بطرق معينه. فتعال نشوف بقى تعليقات الناس كاتبه ايه، وهتلاقيني في فايل نوشن اللي سايبه لك في الكورس نوتس. هتدخل على الكورس نوتس من هنا، هتلاقي افضل عروض العمل اللي قريتها على خمسات
انت بنفسك هتحطها، هتحط اسم الخدمه وهتحط اليو ار ال بتاعها من هنا، ولما تدخل عليها في الاوبن هتقول انت قريت ايه كويس. يعني مثلا دي خدمه اهي، انشاء نظام بسيط، هسميها كذا. ايه احسن الناس كاتبه ايه؟ اتفرج بقى واقرا معايا الناس كاتبه ايه. تواصل معي، التطبيق جاهز. هل بذمتك انت تتواصل معاه؟ يعني انت كاتب التفاصيل دي كلها ويجي حد يقول لك تواصل معي؟ طبعا يعني انا ما اعرفش مين الناس اللي كاتبه، فيعني اي حد، احنا مش بنتحكي مع حد، فقط بغرض تعليمي مش اكتر. مش مقنعه. تواصل مع التطبيق جاهز. تم حضرتك تواصل معي، الموضوع كتير بسيط وسهل. مش مقنع. اهلا بحضرتك. مش مقنع. مرحبا حيدر، اقدر اساعدك في تنفيذ نظام بسيط وعملي لاداره الروضه، واقترح تنفيذ كذا. فهو اقترح عليه حاجات والنظام بيشمل كذا وكذا وكذا. بدا يحط له حاجات. عجبك؟ انا عن نفسي عجبني واقنعني، فراح واخده كوبي واحطه عندي هنا. خلينا نحطها في كول اوت، ومن تحت هقول عجبني في ايه، وتبدا تحلل عجبك فيه ايه. وانت بتشوف عجبك فيه ايه، اللي هو كلم العميل باسمه واقترح عليه اللي هو هيستخدم كذا وكذا وكذا عشان يعمله، والنظام هيشمل، بدا اشرح له النظام بشكل مفصل. وانا خليني بقى اتكلم معاك باحسن طريقه العميل منتظرك تكلمه بيها. العميل مش منتظر اللي انت تقول له اللي انت خبره جامد او تواصل معاه، لان بكل احترامنا دي نقطه اتكلمنا عنها في القناه هنا بشكل كبير جدا. بمجرد ما انت بتقدم عرض عمل للعميل، فتلقائيا انت بتعرف تعمل الوظيفه ديت، والا ما كنتش هتقدم عليها. فلو قلت العميل تواصل معي اقدر انفذها، لا تعني له شيء. ما دام انت دخلت تكلمني فانت اجباري تقدر تنفذها، والا هتقدم ليه لو انت ما تعرفش تعملها؟ يعني هل منطقي اللي انت تروح تقول للعميل تواصل معي وهنكتشف انا ممكن اعملها ازاي، او انا هتعلمها اعملها؟ اكيد لا. تواصل معي انت تعرف تعملها. فاكيد كل ال 54 واحد اللي مقدمين بيعرفوا يعملوا الخدمه ديت، فكلامك لا يعني اي شيء. طب انا متفرغ وهعملها لك، لان هتلاقي ناس كتير بتقول لي انا متفرغ، تواصل معي، جاهز للتنفيذ فورا، جاهز. طبعا بعيد عن تواصل معي $5. $5 دوت ده رقم عشان النظام دوت، ده مميت جدا يعني. فانت لو قلت لحد تواصل معي انا متفرغ، طب ما هو اكيد انت متفرغ، امال هتقدم ليه لو انت مش متفرغ؟ لو ما عندكش وقت مش هتقدم. فدي حاجات متكرره. انت لو نزلت هتلاقي الناس كوبي بيست، هتلاقي اي واضح جدا ان هو اي، او واضح ان هم بياخدوا حاجات نسخ ولزق بيحطوها في كل الوظائف. فالعميل بيتخنق من ده. انت مش محترم العميل ومش محترم وقته ومش محترم ان دوت واحد هيدفع لك فلوس عشان تعمل له وظيفه. ايه احسن بقى طريقه تقدم بيها يا سباعي؟ احسن طريقه انا بحب العب على حاجه اسمها الخمسه كذا. اول حاجه عشان كده قلت لك احنا محتاجين عميل يكون عنده تفاصيل نقدر نلعب عليها بالخمسه كذا دولت. وهتلاقيني كاتب لك الخمسه كذا في قواعد اساسيه. لما تدخل على قواعد اساسيه هتلاقي قواعد التقديم على البروبوزلز، وفي حاجه في اخر الفيديو صدقني هتشقلب فهمك كله في الطريقه ديت. فايه بقى الخمسه كذا دولت يا سباعي؟ بعد ما بنسلم على العميل اللي هو اهلا بيك يا استاذ حيدر، بنبدا بقى بالخمسه كذا. اول حاجتين مع بعض، اللي انا بحثت عندك على خدمتك اللي هي كذا وعجبني فيها كذا مع بعض. فمثلا هنا اهلا بيك يا استاذ حيدر، بعد ما بحثت على النظام بتاعك اللي انت عايز تعمله لكذا اللي هي انشاء اداره روضه، انا عاجبني جدا عندك كذا. وعجبني هنا هتلعب على حاجه من العاطفه، عجبني جدا بقى طريقه فكرك وتنظيمك، او عجبني فيها اللي انت بتحاول تسهل الموضوع، او مثلا كنت متاثر بالجزء الفلاني، او لو كان حد تاني لقيته تعب في الشغل بتاعه وما زال مستمر فتقول له وعلى الرغم من اللي انت تعبت مفيش نتائج معينه بس انت لسه مستمر. فانت بتلعب له على حاجتين، اول حاجه انت بحثت على وظيفته وعجبك فيها كذا، او تعاطفت مع كذا، او حاجه ليها علاقه بالمشاعر. اول اتنين مع بعض دولت كده، اول وتاني كذا. تالت حاجه ولما بحثت على كذا وكذا اللي هم المنافسين بتوعك، فانت بتقول له انا شفت وظيفتك وعجبني فيها كذا، وبحثت على منافسينك اللي هم الناس الفلان والفلان، عجبني عندهم كذا او لقيتهم بيعملوا كذا. فانت مش مجرد قلت له انا بحثت، لا ده انا بحثت عليهم وشفتهم بيعملوا ايه في الاخر. فايه رايك لو نطبق او نعمل مع بعض كذا؟ الحاجات ديت في اول 3 سطور. اهلا بك يا استاذ حيدر، شفت الوظيفه اللي انت طالبها عشان نعمل روضه اطفال فعجبني عندك كذا، فبحثت على منافسينك اللي هم كذا وكذا لقيتهم بيعملوا النظام بتاعهم بالطريقه الفلانيه، فايه رايك لو احنا نعمله بطريقتنا اللي فيها الشكل الفلاني والعلاني؟ وتبتدي بقى تنطلق وتعرض له العرض بتاعك بطريقه منظمه. لو لقيت حد، انت كعميل، احنا قلنا في اول السلسله هنحط نفسنا مكان العميل، لو انت كعميل ولقيت حد بيكلمك بالطريقه ديت بذمتك مش هتقتنع بيه؟ دي طريقه المفترض الناس تكون بتقدم. فتواصل معي جاهز، تواصل معي التنفيذ مقابل كذا،
تواصل معي، او مثلا حاجات لقيتها كوبي بيست، يعني ده كله رد كبير جدا برضو، بس ممكن يكون كويس فمش احسن حاجه. فاحنا بنختبر بنشوف هل والله في حد مطبق الطريقه ديت. طب في حد بتقول له انا عندي خبره في كذا، وبالنسبه لمشروعك انا فاهم انك محتاج نظام بسيط وسهل كده عشان يغطي، فده حلو. انا اشتغلت قبل كده على بناء انظمه متابعه استخدام جوجل شيت وبتوضح له، فانا عجبني مثلا رد منا، فاروح واخد رد منا من هنا كوبي واحطه عندي على نوشن اهو، وهكذا، واقول عجبني عندها 1 2 3. فانت بتعمل البحث بتاعك على الناس اللي عجبوك في الكورس نوتس. هنا انت بتاخد في افضل عروض على خدمات، انت بتقرا فبتحلل، بتحط نفسك مكان العميل، وفي الاخر تقول والله لو انا العميل هتختار مين فيهم اللي يفوز بالعرض بتاعك، مين فيهم اللي انت هتختاره فعلا هو يشتغل معاك بجد. فدي نقطه مهمه جدا انت تفكر فيها، تحط نفسك مكان العميل وتبقى عارف لو انت هتقدم بعد كده هتقدم ازاي. طيب ايه بقى الهديه يا سباعي اللي انت كلمتنا عنها واللي هي مهمه جدا عشان تتدرب على طريقه الخمسه كذا وتشوف عروض حقيقيه اتطلبت على مواقع زي خمسات ومستقل واب وورك وتشوف تقدم عليها ازاي؟ تعالى بقى للسحر كله. في العاب فريلانس زاويه زي ما انت شايف، في طبعا لعبه ذا فريلانس ماتريكس اللي احنا بندرب عليها واللي انت هتكمل تدريب عليها، بس الاول هتدخل على قناص عرض العمل. ايه قناص عرض العمل ده يا سباعي؟ ده لما تدخل عليها هتلاقي بيظهر لك بيقول لك كتابه البروبوزال ممكن تترفض، هتلاقي بيقول لك ان الهدف من اللعبه ازاي تتعلم تكتب بروبوزال اللي هو عرض عمل ما يترفضش. فبيقول لك العب عادي ولا العب هارد مود. خليك في الاول عادي، هتلاقي بيقول لك لقيت وظيفه ممتازه وبدات تكتب البروبوزال، هتبدا اول سطر ازاي عشان تخطف العميل، هتعمل كذا ولا كذا ولا كذا، ولما تختار اجابه مثلا هيقول لك غلط، العميل مش بيشوف غير اول سطرين بس، لو ضيعتهم في رغي عن نفسك او خصومات رخيصه مش هيفتح رسالتك، ادخل في الحل فورا. طب التمرين الثاني وهكذا. اللعبه دي هتفرق معاك جدا، اللي هي تاهلك اللي انت عارف انت بتكتب ايه، بتتدرب ازاي. جربها الاول بالنورمال مود اللي هو اللعبه العاديه، بعد كده اعلى بالمستوى على الهارد مود، هتتعلم منها وهتطلع منها انت فعلا حوت في كتابه عرض العمل. بعد ما تبقى حوت في عرض العمل فهقول لك ارجع للرئيسيه وادخل تاني على لعبه فريلانس ماتريكس ويبتدي يقدم على وظائف من هنا. المره اللي فاتت احنا كنا بنظبط البروفايل بتاعنا، المره دي هتقدم على وظائف. من ضمن الوظائف ديت هتلاقي وظائف حقيقيه انا كسباي قدمت عليها على موقع ابورك، وفي حاجات كانت على موقع مستقل زمان، وفي حاجات انا واخدها حقيقي. فابتدي ادخل على الوظيفه، تلاقي في بالانجليزي في بالعربي اتدرب. ادخل على الوظيفه، شوف الوظيفه لو انت هتقدم على العرض ولا هتتجاهلها، لو هتقدم ايه، لو هتتجاهلها ليه، لو هتقدم ازاي، وهيدخلك يقول لك والله صح ولا غلط، نتيجه كارثيه، ارجع انت خسرت. فهيتدرب مع بعضنا، اتدرب على الحاجات ديت، وده هيبقى التاسك بتاعك في العاب فريلانس زاويه، وهسيب لك اللينك بتاعها من تحت، بحيث ان احنا ان شاء الله نبقى الفيديو دوت عرفنا فعلا ازاي تكتب عرض عمل قوي جدا. انت باحث عن احسن حاجات اللي كانت موجوده وبتنزل، فانت متدرب لاقصى درجه وعارف ازاي تقنع العميل بيك وتكلمه ازاي. ان شاء الله لو اتقنت الحاجات ديت هتختلف بشكل كبير جدا عن باقي الناس على الموقع تبع خمسات، لان خمسات زحمه وعليه ناس كتير، بس صدقني اللي فاهم فريلانس فيهم وبيحترم العميل للاسف قليل، فقليل اللي بيتعب عشان يقنع العميل بيه. فالعميل لما بيلقط الشخص دوت حقيقي بيتمسك بيه. اتدرب الفيديو دوت، ده التاسك بتاعك، عشان الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم بقى على باقي الحاجات الخمسات باذن الله، تكون انت فعلا اقنعت العميل. فلما العميل يكلمك ازاي تسحبه وتقنعه وتشتغلوا مع بعضيهم. فهنتناقش في الفيديو اللي جاي ازاي تقنع العميل بيك بعد ما يكلمك، ازاي تسعر حاجتك، ازاي تسحب فلوسك. الموضوع هيبقى لذيذ جدا، بس لازم تكون اتقنت ان شاء الله التاسكات اللي عليك حاليا. وهتلاقي التاسكات اللي عليك متضافه لك في فايل نوشن اللي انت تقدر تاخده، وهتلاقيه مطلوب منك اعمل كذا وابحث عن كذا، عشان هتلاقيني الفيديو اللي جاي منتظرك عشان ننطلق مع بعضنا بالرحله ديت، وان شاء الله يكون معاك اول عميل وانت داخل الفيديو القادم. اشوفك على خير يا صديقي. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.